الما رضى بجزة، رضى بجزة وخروف. نعم. ليش هذا شنو يعني؟ فرض عليه ان تكون مكان الجزة جزة وخروف. زين هو لا راضي بالجزة. هو يا ريت والله مخلص روحه. يقول المثل العراقي: الما رضى بجزة رضى بجزة وخروف. نحن اليوم في مكتبة الكاتب والصحفي حسين العامل، مجددا نجدد اللقاء. كاتب وأيضا مؤلف 7000 مثل عراقي في كتاب يعني مفصل بالأمثال العراقية. اليوم الحديث أستاذ حسين، بداية أهلا وسهلا بك. حياك الله، أهلا وسهلا. الما رضى بجزة، رضى بجزة وخروف. نعم. ليش هذا شنو يعني؟ هذا له قصة حقيقة، وهي يعني الأول ما نشرح معناه. يعني اللي ما يرضى بالهين، نعم، يفرضون عليه شيء أثقل من السابق. نعم، ينصاع يعني تحت التهديد والوعيد. نعم. زين. هذا له قصة. يعني كان أحد الولاة العثمانيين ذلك الوقت، نعم، فرض يعني على العشائر، بعض العشائر أو القبائل، يعني أن يدفعون مقابل كل 10 روس غنم جزة صوف. نعم. وكانوا يعني يذمرون، قسم مرات يدفعون مرات ما يدفعون. تعرف الفلاحين والغنامة البدو ما يعني ما يرتاحون لفرض الجزية والكودة عليهم من قبل الولاة، يعني نعم. دائما هذا. فشاءت الأقدار أن ينتقل هذا الوالي، يجي والي مكانه. نعم. فتعرف الولاة هم أساسا يشترون المناصب ذاك الوقت. نعم. فيريد طلع فلوسه. فراجع قال لهم ايش عندكم من ضرائب؟ هذا قال والله كنا نفرض، الوالي يفرض جزة على كل 10 خرفان والناس ما تدفع، يعني نادرا ما تدفع. نقول صارت مربعتين. اي طبعا هي صارت مربعتين. اي فقال لهم اذا ما رضى بجزة، نعم، النوبة نزيدها جزة وخروف. زين هاي جاي من سوء تقدير، من مغالاة، من تكبر؟ مين جاي؟ لا، هو عدم الرضا بالهين. نعم. يتبع شنو لما استهانة يعني؟ لا، هو فرض قوة هذا. يعني القوي يفرض إرادته عضعيف، يعني على الضعيف. هو الضعيف أساسا ما رضى بالقليل. لكن لما جاء اللي هو أقوى من عنده، نعم، فرض عليه أن تكون مكان الجزة جزة وخروف. زين هو لا راضي بالجزة. هو يا ريت والله مخلص روحه. هذه الحادثة حقيقة، نعم، لها جذر تاريخي. اي وهي يعني يرويها الأصمعي، اللي هو الأصمعي بال 123 هجرية 216 هجرية. يعني مواليده يعني قبل 1200 سنة هذه الحادثة. تمام. يعني يقول أعرابي اشترى خمر بجزة. نعم. فزوجته ما رضت. شلون تشتري واحنا نريد وشنو؟ المهم وهو يعني عنده قدرة. تعرف العرب يعني دائما عندهم قدرة على قول الشعر. نعم. فجسد هذه الحالة بعدة أبيات. يقول: غضبت علي لأن شربت بصوف، ولأن غضبت لأشربن بخروف، ولأن غضبت لأشربن بنعجة، دأساء مالئة الإناء سحوف. ولأن غضبت لأشربن بناقة، كوماء ناوية العظام سخوف. ولأن غضبت لأشربن بسابح نهد، أشم الملكين منيف. يعني أشرب فرس. أي طبعا قيل فيها الشعر. ولقد شهدت إذا الخصوم تواكلوا بخصام لا رزق ولا علوف. يعني هنا يقول أنا ما يهمني الشرب. نعم. أشرب صحيح، لكن لما يجد الجد تلقاني أنا ما يكون عندي موقف نزق. نعم. يعني يلوم زوجته بأن هو يعني كان يشرب بجزة صوف. نعم. قال إذا ما رضيتي فأنا راح أشرب بخروف. إلا مرادفات أستاذ حسين هذا المثل. أي طبعا هذا يعني على نفس النسق كذا يعني أكو. أي نعم. مثل شنو يعني؟ مثلا هذا المثل يقال بالموصلية، الأمثال الموصلية. نعم. يقول: إذا ما ترضى بالجزي جزي وخروف.
ذكر عبد الخالق الدباغ في معجم أمثال الموصل تقريبا العربي. مقاربة إلى هاي. هو نفس هذا، نعم. لكن تختلف اللهجة. فقط اللهجة وبعض المفردات. نعم. وبعد. الأمثال البغدادية نعم. الما يرضى بجزة وخروف. تمام. يعني الأمثال البصرية نعم. يعني هنا عندنا الما يرضى بجزة يرضى بجزة وخروف، هذا المثل بصري. نعم. أيضا هذا المثل يعني يلفظ في سوريا نعم. وبنفس لفظ بغداد، يعني اللي هو الما يرضى بجزة وخروف، هذا في سوريا أيضا. حتى في سوريا في سوريا نعم. الكويت ونجد نفس الصياغة يعني. نعم. اي الكويت ونجد اكو اختلاف بسيط جدا. نعم. يعني الكويت والسعوديه يقول اللي ما يرضى بجزه يرضى بجزه وخروف. يعني مشابه تقريبا نعم. للكويت، ونجد مشابه للمثل البصري والناصري. يعني عندنا بالناصريه ايضا. زين هذا المثل هسه نعم. استاذ حسين له تطبيقات على ارض الواقع اليوم؟ طبعا. وين جوانب الحياه يعني؟ طبعا شوف احيانا تكون انسان عندنا مثل يقول اعبر النهر ما دام ضيق. يعني ما دام الامور هينه عليك ان تتجاوزها بايسر الطرق. اعبر النهر ما دام ضيق. ما دام ضيق. يعني خاف تروح النوبه تلقى المسافه مال النهر عريضه وصعب النوبه ما تقدر تعبره يعني. نعم. ما تقدر الشبخه راد تنزع ملابسك وتسبح واحتمال تتعرض للغرق. تمام. يعني هذا المثل نفس الحاله بالنسبه للانسان. الانسان مثلا في بعض الاحيان تكون الامور امامه هينه. نعم. لكن للاسف يركب راسه واذا هي تتعقد اكثر. نعم. ويكون الثمن جدا باهظ. اذا هي قصه جميله لهذا المثل. حتى شلون الواحد يوجه دعوه. نعم. او نصيحه. اي انه لا تتمادى اكثر يعني. نعم. بقدر ما انه تقرا الموقف. نعم. حتى تتخذ قرار يتناسب وحجم اللي انت تريده. المكسب اللي تريده يعني. هو احيانا الطمع يعني يخلي الانسان ينساق براء هذا. واكو مثل مقارب له يقول راد لقرون قصوا اذانه. يعني هو راد ان يتخلص مثلا من الشيء الهين، او راد يعني واذا هو يلقى نفسه يعني تسلب مالاته بالكامل يعني. مكان ما هو راد يعني راد لقرون الجماعه ما قصروا وياه قصوا اذانه، او بدت العمليه يعني يستنزف موارده وقدراته وامكانياته. نعم. بشيء كان بالامكان ان يتلافى بايسر الطرق. والله الحديث وياك استاذ حسين جميل جدا ومثلنا. طبعا احنا ان شاء الله ما راح ننقطع معك يعني. حياكم الله. ونشكر كرم ضيافتك دائما في مكتبتك هذه الرائعه جدا. طبعا قلاص ماي وبطل عصير. احنا سعداء. دايسين لك على قرنا احنا شنو؟ يعني هسه شلون نرجع المثل المعرضه الجزء. أعزائي المشاهدين نلتقيكم في حلقة جديدة أخرى إن شاء الله قريبا مع الكاتب والصحفي حسين العامل، وأتمنى أن تكون هذه الحلقة قد راقت لكم. ألتقيكم في حلقات أخرى وتحياتي للجميع. بأن لا يغالي الإنسان